السلام عليكم. توفر جهاز فحص السكر المنزلي في متناول كل شخص مصاب بالسكري، وفي كل بيت عنده مريض مصاب بالسكري أمر في غاية الأهمية ومتفق عليه. لكن هذا الموضوع له أهمية كبرى وقصوى في شهر رمضان المبارك. حتى يستطيع الشخص المصاب بالسكري الصوم بأمان خلال أيام الصيام، لابد أن يقوم بفحص السكر في أوقات محددة خلال ساعات الصيام، حتى يستطيع اتخاذ الإجراءات عندما يحصل بعض الاضطرابات، سواء ارتفاع بالسكر أو هبوط في السكر. فما هي هذه الأوقات والساعات المحددة التي لا بد أن يقوم الشخص المصاب بالسكري وهو صائم بقياس سكره فيها؟ هذه الساعات، هناك 6 ساعات أو أوقات محددة. الوقت الأول هو قبل الإفطار مباشرة، والوقت الثاني بعد الإفطار بساعتين. هنالك عندما يقوم من النوم، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع منتصف النهار الساعة 3 العصر. وهنالك الوقت الخامس وهو وقت الظهيرة اللي هي قبل صلاة الظهر الساعة 12 الظهر. والوقت السادس هو قبل السحور. هاي الأوقات هل كل مصاب بالسكري لازم يقيس بها كلها؟ وما هي الإجراءات اللي لازم يتخذها الشخص المصاب بالسكري إذا لقى سكره عالي أو ناصي؟ هذا الموضوع نتحدث فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة، فتابعوا. محدثكم الدكتور أحمد عواد البدري، عيادة الزقورة للعناية بالسكري والقدم السكري.